بتحب الغنى والتورتاية على شكل بيانو، وأبوها عمل تصرف صدم الكل. الحفلة كلاسيكية واتعملت في الجنينة وسط الزرع والخضرة. مامتها عاملة ماتشنج معاها وغنت لها. لقطات من حفل عيد ميلاد جنى بنت الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء. إيه كواليس الحفلة دي؟ مين اللي حضر الحفلة؟ يا ترى إيه اللي عمله يوسف الشريف يوم عيد ميلاد بنته وصدم الكل؟ إيه حكاية التورتاية؟ هل ناوية تدخل مجال الغنى؟ يلا بينا نعرف كل ده في الفيديو، بس خليكم متابعين للنهاية. المؤلفة إنجي علاء حبت تفرح بنتها جنى وتحتفل بعيد ميلاد بنتها الكبيرة على طريقتها الخاصة. عملت لها حفلة عملت ضجة كبيرة قوي على السوشيال ميديا بعد ما انتشرت صور وفيديوهات منها، وده بسبب اللي عمله أبوها الفنان يوسف الشريف. إنجي علاء عملت حفلة عيد ميلاد جنى واللي كانت كلاسيكية وبسيطة جدا، وما فيهاش الأفوارة اللي بنشوفها في ديكورات أعياد الميلاد التانية، وعملتها في جنينة الفيلا بتاعتهم وسط الخضرة والزرع والهواء. حضرت تورتاية على شكل بيانو وعليها مايك، وده علشان جنى صوتها حلو وبتغني وبتقدم حفلات في المدرسة بتاعتها، بس ما بتغنيش غير انجلش بحكم ان تعليمها لغات. جنى لبست فستان قط اسود منقط لونه ابيض ومليان ورد اصفر واخضر وقصير تحت الركبه بشويه، وعملت مكياج غامق شكلها بتحب الغوامق اكتر على بشرتها، وسابت شعرها اللي زي الحرير مفروض على ظهرها. اما بقى امها المؤلفه انجي علاء فهي حبت تعمل ماتشنج مع بنتها، يعني بما ان الحركه دي بتعبر عن الحب فهي قررت تعملها ولبست فستان اسود بنص كم وقصير فوق الركبه ومكشوف من عند منطقه الصدر، وحطت نفس الوان مكياج بنتها جنى وحتى تسريحه الشعر زيها. خرجت جنى لقت مامتها مظبطه كل حاجه في الجنينه واقفه مستنياها وبتغني لها هابي بيرثداي تو يو وبتسقف وبتبص لها وتضحك، وفجاه اخدتها في حضنها وعينيها دمعت من فرحتها ان بنتها دخلت سنه جديده وهي في كامل صحتها. قعدوا ياخدوا كام صوره قبل ما يقطعوا التورتايه، بس فجاه جنى قالت لها استني طيب اجيب شال احطه على كتافي، علشان شكلها خايفه من كلام الناس على السوشيال ميديا، وفعلا لبسته واتصورت بيه مع مامتها، وبعدها اتمنت امنيه وطفت الشمعه. تقريبا كده الحفله دي كانت سريه، يعني انجي عملتها ليها هي وبنتها بس، لان مفيش حد خالص حضر لا من الفنانين او حتى صحاب جنى او قرايبهم. ومن الاخر اللي ممكن يكون حضر هو ولادها عبد الرحمن وعبد الله اخوات جنى، بس ما نشروش الصور اللي هم فيها علشان ما بيحبوش يظهروا على السوشيال ميديا كتير. اما بقى اللي عمله الفنان يوسف الشريف وصدم الكل هو انه ما حضرش عيد ميلاد بنته جنى ولا حتى نزل لها صوره او بوست على صفحته الرسميه. من الاخر ما ظهرش خالص في الصوره ولا كأن ده عيد ميلاد بنته، على عكس انجي اللي عملت لها الحفله وكمان نزلت بوست ليها عندها وقالت لها فيه كل سنه وانت طيبه حبيبتي، ربنا يبارك لي فيكي ويسعدك ويقدرني اكمل المشوار. بس ممكن يكون يوسف عمل كده لانه مشغول في تصوير عمل فني واكتفى برساله ليها على التليفون بتاعها او كلمها. بس تفتكروا بما ان التورتايه تصميمها موسيقي كده، تفتكروا بقى هتبقى مطربه ولا ايه؟ شاركونا برايكم في التعليقات.